مش عايز اقول كلمة اشيل بيها ذنب ولا في المكان ده، بس اتمنى 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 ان انت تراجع قرارك. والله العظيم انا بعمل الفيديو ده ما تشهير لي. لو كنت حابب اشهر بيك ولا اقول اي حاجة كمان كنت قلت اسمك، لكن انا مش هقول اسمك. انا كل اللي بعمل الفيديو ده عشان خاطر ان انت تراجع نفسك. مش مستاهله كلمه حسبي الله ونعم الوكيل. مش مسامح في حقي وفي المكان ده هو يا رب انا مش مسامح في حقي، وحسبي الله ونعم الوكيل. ومش هدى عليكم باكتر من كده، كفايه حسبي الله ونعم الوكيل في الحاجه اللي انتوا استحلتوها وخدتوها وهي مش من حقكم. لما اكلم راجل البيت يقول لي اصل الكلمه مع ام فلان او ام علان، يعني مش عارف كنت داخل بيت واحد هو اللي ماشي البيت ولا واحده ست، الله المستعان. بس مش عارف والله اقول ايه. ادعي عليكم في ايه في مكان دهوت؟ مش مستاهله اضيع عمرتي ولا اضيع حاجتي ولا ادعي عليكم بحاجه في ايه. حسبي الله ونعم الوكيل بجد والله العظيم بجد. روح لربنا هيقول له ايه؟ مش عليا انا بس، يعني مش على حاجتي بس. لما يبقى في شخص قبل كده برضه يتقال ان هو تاخد حاجته، طب ليه؟ طيب انت اصلا يعني عامل بنتك لكده ان انت تاخد حاجه الناس، هتروح لربنا تقول له ايه؟ السلام عليكم. من فتره كده انا كنت نزلت بوست على الجروب ان انا كنت خاطب بنت من اريمون وما حصلش نصيب بينا، لان هي واهلها طلبوا مني ان انا ابعد عن اهلي. كنت بحول فلوس لابويا، مثلا راجل بقى كبير في السن ما عجبهمش. كنت عامل لوالدي توكيل ان هو يتعامل في البنوك ويروح ويجي وكده، طبعا ده ما عجبهمش. طلبت شقه بره بيت العيله، مع ان هم جم بيتنا وشافونا ان احنا بيت في بيت عيله، وانا ليا شقتي لوحدي في شقه في بيت ابويا. طبعا ده ما عجبهمش، لا احنا عايزين شقه لوحدنا بعد خطوبه 8 شهور. طب ليه يا جماعه ما قلتوش كده من الاول؟ ليه بعد 8 شهور تقولوا كده؟ طب ليه تزهقوني لما انا مش مناسب من الاول؟ طب ما تقولوا. ولا هي واخدوا الموضوع حجه؟ لا احنا عايزين عشان خاطر عارفين ان انا طبعا مش هقدر ابعد عن اهلي ولا هقدر انفذ لهم طلباتهم. فقال لك لا خلاص. قلت لهم يا جماعه مش هقدر اكمل، فخلاص. لا قالوا لك لا ده اللي سايب ملوش حاجه عندنا. يعني ايه يا جماعه؟ يعني يختاركم يبيع اهلي واختاركم عشان حاجتي ما اقدر، عشان حاجتي تبقى اعرف اطولها؟ مش لا عشان ما اقدرش انا ابيع اهلي يا جماعه. ما فيش فايده. كلمت اكتر من حد من الناس بتوع البلد والكبار بتوع البلد، واي حد كبير في البلد انتوا بتعتبروا ان هو كبير روحوا اسالوه واعرفوا منه، هتلاقوني كلمته. انا ما اقدرش اقول اسامي. اي حد في البلد انتوا عارفين ان هو كبير في البلد وليه كلمه في البلد، عنده المعلومه وعنده الكلام. حاولت اتواصل مع حل. طب يا جماعه هاتوا نص الذهب وخدوا النص. ما فيش يا جماعه. طب يا جماعه هاتوا اللي انتوا عايزينه وادوني اللي انتوا خدوا اللي انتوا عايزينه وهاتوا اللي انا اي حاجه. ما فيش فايده. لا انت مالكش حاجه. يعني والله ما عارف اقول ايه، لدرجه ان انا رفعت قضيه. كنت متخيل ان الناس دي لما ارفع قضيه هتخاف على بنتهم وسمعه بنتهم، ان هم يردوا الحاجه دي على طول لما يجي لهم اعلان القضيه. بقالي 6 شهور على نفس الوضع، ولا هاممهم قضيه ولا اي حاجه خالص، مستحلين حاجه مش من حقهم. وابعت لهم في ناس ما فيش فايده، وناس كتير راحت ما فيش فايده. طب يا جماعه اللي تحكموا بيه لا احنا مش، انت مالكش حاجه. طب ازاي يا جماعه يعني يختاركم؟ يختار اهلي؟ لا لازم ابيع اهلي عشان خاطركم يعني؟ لا طبعا انا ما اقدرش اعمل كده. ما ربونيش ووصلوني للمكان اللي انا فيه والحاجه اللي انا فيها والاخر ابيعهم. لا مش ابن حرام انا عشان اقدر اعمل كده. فسبتهم واخدوا الحاجه مني ومرضوش يدوها لي لحد دلوقتي. والقضيه يعني النهارده القضيه فاضل لها يومين، يوم الخميس تحكم ان شاء الله. حكمت لي او حكمت لهم، يعني انا لو حكمت لهم انا مش مسامح في حقي وفي المكان ده هو يا رب انا مش مسامح في حقي، وحسبي الله ونعم الوكيل. ومش هدى عليكم باكتر من كده، كفايه حسبي الله ونعم الوكيل في الحاجه اللي انتوا استحلتوها وخدتوها وهي مش من حقكم. لما اكلم راجل البيت يقول لي اصل الكلمه مع ام فلان او ام علان، يعني مش عارف كنت داخل بيت واحد هو اللي ماشي البيت ولا واحده ست، الله المستعان. بس مش عارف والله اقول ايه. ادعي عليكم في ايه في مكان دهوت؟ مش مستاهله اضيع عمرتي ولا اضيع حاجتي ولا ادعي عليكم بحاجه في ايه. حسبي الله ونعم الوكيل بجد والله العظيم بجد. حسبي الله ونعم الوكيل. ما اقدرش اقول حاجه اكتر من كده. يا رب انا مش مسامح
في الحاجة اللي عندكم، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل كمان مرة، وانا مش مسامح. والناس لو حد قال لي ما روحتش لكبير البلد، والله انا ما خليت حد في البلد غير لما رحت له والله. واسأله اي حد هيقول لي ما روحتش، اسأله. ان شاء الله يا رب انا متأكد ان حاجته هتترد بإذن الله. بس انا عايز الشخص ده يعرف ان الحرام ماهوش دايق. لو خده النهارده بكره هيروح لربنا هيقول له ايه؟ مش عليا انا بس، يعني مش على حاجتي بس. لما يبقى في شخص قبل كده برضه يتقال ان هو تاخد حاجته، طب ليه؟ طيب انت اصلا يعني عامل بنتك لكده ان انت تاخد حاجه الناس، هتروح لربنا تقول له ايه؟ هتقول له ده انا خدت حاجه فلان وعلان. لما يجي بقى يقول لك سد الحاجه دي، هتسدها ازاي؟ دين الدنيا مردود، انما دين الاخره ده هتعمله ازاي؟ هتقول اصل مراتي قالت لي، اصل فلان قال لي، اصل علان قال لي. ربنا بيقول وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، يعني كل واحد رايح لربنا بنفسه، مش بفلان اصل حد قال لي، اصل فلان علي. مفيش الكلام ده. والله اتمنى ان هو يراجع نفسه ويفكر ولو لحظه بس فكر فيه. كنت شوف نفسك صح ولا غلط، شوف نفسك اللي انت بتعمله ده صح ولا غلط يا جدع، عشان خاطر حتى سمعة بنتك اللي بقت مثلا لما اكلم فلان وعلان ومش انا غصب عني مش بشهر بيك، بس انا واحد عايز حقي. انا شاب كشاب ببدأ حياتي. ايه الفايدة يعني مثلا ما تاخد مني ذهب مثلا في الوقت الحالي مثلا داخل على 200,000 جنيه، هروح اخطب تاني هجيب 200,000 جنيه ذهب منين؟ ليه؟ عشان خاطر ايه تعمل كده؟ والله ما مستاهل. ان كان ربنا هيكرمني وهيعوضني بيهم، انت ذات نفسك لما تاخدهم في الدنيا هيكفوك كام سنة؟ 10 سنين، 20 سنة، 100 سنة. وبعد ال100 سنة هتروح لربنا تقول له اصل انا خدت فلوس واحد كفوني 100 سنة، اصل انا خدت فلوس واحد جبت البنت بيها ثلاجة ولا غسالة ولا ايه عشان خاطر ايه؟ عند الدنيا ولا هو عشان خاطر الله؟ يعني مش عايز اقول كلمة اشيل بها ذنب ولا في المكان ده، بس اتمنى ان انت تراجع قرارك. والله العظيم انا بعمل الفيديو ده ما تشهير لي. لو كنت حابب اشهر بيك ولا اقول اي حاجة كمان كنت قلت اسمك، لكن انا مش هقول اسمك. انا كل اللي بعمل الفيديو ده عشان خاطر ان انت تراجع نفسك. مش مستاهلة كلمة حسبي الله ونعم الوكيل اللي انا قلتها دي تيجي فيك ولا تيجي في حد من اهلك ولا اهل بيتك. والله ما مستاهل اي حاجة خالص. والله المستعان. اتمنى تراجع قرارك وتراجع فكرك وترجع لصوابك. السلام عليكم.